مساء الورد عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. هعمل معاكم طريقة الذرة. اول حاجة بدأنا نغسلها انا وكوكا بالطريقة دي. اغسليها حلو كده يا كوكا. شطور شطور. بعد كده بنغلي مية ونحط فيها الذرة بعد ما غسلناها، وهنحط كمان معلقتين من السكر، ده هيسرع التسوية معايا، وكمان مكعب صغير جدا من الزبدة علشان يديني لمعة لطيفة كده. وبعد ما بتستوي بصفيها وابدأ اعمل لها تتبيلة بسيطة. وعلى فكرة هي من غير التتبيلة برضو طعمها حلو، بس التتبيلة بتديها طعم زيادة. بحط برضو معلقة زبدة، وبعد كده شوية توم بودرة والبابريكا وملح وعصير ليمون. اكتر حاجة فعلا فرقت في طعم الذرة هي البابريكا المدخنة والثوم مع الزبدة طبعا. الليمون لو بتحبي الحاجة مزة شوية يبقى ممكن تحطي ليمون كتير، لكن فعلا هي طعمها بالبابريكا المدخنة رائعة. في كمان الناس بتحط توابل البطاطس، بجد طعمها تحفة، جربوها وهتعجبكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.